بصيت للدكتور عاطف وسألته هي مالها؟ بصلي وسابني وخرج. خرجت وراه، لقيته داخل أوضة تانية. دخلت وراه، لكن لما دخلت لقيته هدومه متقطعة، هدومه كلها سودة، وجلد ايده بيقع من ايده زي ما يكون بيسيح. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة قصة جديدة، قصة أشباح العيادة، تأليف محمد نصر. الرجاء الإعجاب والاشتراك بالقناة، هذا يساعدنا على تقديم كل ما هو جديد. أنا عمرو، الدكتور عمرو، لسه متخرج جديد. وزارة الصحة عينتني في عيادة صحية في الصعيد، في قرية من قرى الصعيد. أنا كنت متحمس جدا وفرحان. حضرت شنطتي وجهزت حاجتي وودعت أهلي وركبت عربيتي وسافرت. الطريق كان مسلي جدا، كنت بقف تقريبا كل استراحة تقابلني أهو شوية أريح، وعلشان أعرف كمان باقي الطريق، علشان دي كانت أول مرة ليا أسافر فيها الصعيد. وبعد العشاء حوالي الساعة 9 وصلت على أول القرية، ويدوب لسه داخل القرية ولقيت يافطة مكتوب عليها العيادة الصحية. كانت يافطة قديمة مايلة ومتطربة، وكانت البوابة مصدية ومكسرة. ركنت عربيتي، خدت شنطتي ودخلت. كان على ايدي اليمين أوضة شكلها كده أوضة الأمن. الباب كان مقفول لكن الشباك كان مفتوح. بصيت من الشباك، الأوضة فاضية ما فيهاش حد. يا دوب اديت ظهر الأوضة علشان أكمل وأخش جوه العيادة، سمعت صوت الباب بيتفتح. بصيت ورايا، لقيت شاب تقريبا من عمري، بصلي وابتسم وقال لي الحمد لله على السلامة يا دكتور عمرو. أنا بيني وبين نفسي قلت أكيد هم عارفين إن أنا جاي ومستنيني. مد إيده سلم عليا وخد مني الشنطة ووصلني لحد باب العيادة. وفعلا أنا وهو دخلنا، لكن اللي أنا شفته جوه خلاني أستغرب. العيادة من جوه كبيرة وشكلها نضيف قوي، لكن كانت باردة قوي، زي ما يكون كانوا مشغلين التكييف أعلى حاجة. وكان في الاستقبال قاعد 2 رجالة شكلهم نضيف ولبسهم نضيف. أنا كان انطباعي أول ما دخلت إن المكان ده نضيف جدا ومنظم، لكن اللي أنا شفته بره غير اللي أنا بشوفه دلوقتي. وإيدي اتحطت على كتفي وأبص ورايا لقيت الدكتور بصلي وابتسم وقال لي الحمد لله على السلامة يا دكتور عمرو، أنا الدكتور أحمد. سلمت عليه وقلت له الله يسلمك. كمل كلامه وقال لي الدكتور عاطف مستنيك. رديت عليه وقلت له مين الدكتور عاطف؟ قال لي مدير العيادة. وفعلا مشيت أنا وهو في طرقة طويلة كلها أوض. كنت أنا وهو والأمن. وصلنا لحد آخر الطرقة، كانت هي دي أوضة المدير. الدكتور أحمد خبط على الباب، سمعت صوت من جوه بيقول اتفضل. الدكتور أحمد مد إيده وفتح الباب. في وش الباب على طول كان قاعد الدكتور عاطف على مكتبه. بصلي وابتسم وقال لي اتفضل يا دكتور عمرو. أنا قدمت خطوتين
وببص ورايا علشان اخد الشنطة، انا ما لقيتش الدكتور احمد ولا الامن ولا الشنطة. الدكتور عاطف بصلي وابتسم وقال لي ما تقلقش، شنطتك في امان. والباب اتقفل لوحده. انا اتخضيت. قال لي تعال اتفضل اقعد. رحت وقعدت قدامه على المكتب. بصلي وقال لي انت جيت في وقتك يا دكتور عمرو، احنا عندنا شغل كتير قوي، انت النهارده مش هتعرف تنام. وفي نفس اللحظة سمعت صوت خبط قوي على الباب. الدكتور عاطف قام بسرعة من على مكتبه وقال لي يلا مفيش وقت. وجرينا احنا الاتنين وفتحنا الباب، وكانت الصدمة. انا لقيت الدكاترة والممرضين كلهم بيجروا في الطرقة، واقع على الارض مصابين، اطفال وشباب وشيوخ، زي ما يكون كده حادثة. الدكتور عاطف دخل أوضة، دخلت وراه. الأوضة كلها سودة، الحيطان كلها سودة. واقف في الركن ممرضة كان باين عليها الفزع والخوف. بصيت لي وقالت لي ساعدهم ساعدهم. أنا مش فاهم هي بتتكلم على إيه. بصيت للدكتور عاطف وسألته هي مالها. بصلي وسابني وخرج. خرجت وراه، لقيته داخل أوضة تانية. دخلت وراه، لكن لما دخلت لقيته هدومه متقطعة، هدومه كلها سودة، وجلد ايده بيقع من ايده زي ما يكون بيسيح. وقال لي ساعدهم ساعدهم. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. طلعت اجري، جريت في الطرقة عايز اروح للاستقبال. وانا بجري طلع من الأوضة الدكتور احمد اللي انا قابلته في الاول، هدومه كلها دم، ماسك في ايديه طفاية حريق. بص لي وقال لي محدش هيساعدنا، محدش هيساعدنا. انا مش مستوعب اللي بيحصل، مش فاهم اللي بيحصل. كملت جري ووصلت على الاستقبال. الارض كلها دم، الحيطان كلها سودة، سامع اصوات وجع وانين، لكن مش شايف حد. شامم ريحة شياط من غير دخان. فتحت الباب، جريت بره على الامن. لقيت باب الاوضة مفتوحة. دخلت في الاوضة، الامن مش موجود، لكن لقيت شنطتي. خرجت بره البوابة بجري على عربيتي. لقيت عربية جاية على الطريق، شاورت لها. العربية وقفت، نزلوا منها 2 رجالة. جريت عليهم قلت لهم الحقوا الحقوا. هم أول حاجة قالوا لي انت ايه اللي موقفك هنا، ايه اللي جابك هنا؟ الحقوا الدكتور عاطف، حد يلحق الدكتور عاطف. بصولي باستغراب وقالوا لي مين الدكتور عاطف؟ رديت عليهم وقلت لهم مدير العيادة، حد ينقذه، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل جوه. حاولوا يهدوني، وفعلا قعدوني معاهم في العربية وسمعوا مني كل الحكاية. لكن اللي انا سمعته منهم كانت صدمة. ردوا عليا وقالوا لي
العيادة مقفولة من 15 سنة. من 15 سنة كان في حريقة بسبب ماس كهرباء، وكل اللي في العيادة مات من دكاترة وممرضين، حتى المرضى، حتى الأمن. ومن ساعتها والعيادة مقفولة، محدش بيخشها. انت ازاي كنت جوه؟ ازاي دخلت جوه؟ انا كنت بسمع منهم ومش مصدق وداني. وما اللي انا شفته جوه ده ايه؟ اللي انا سمعته ده ايه؟ خلوني اخد شنطتي واخد عربيتي، وفضلوا ماشيين معايا لحد ما وصلوني العيادة الصحية، العيادة الحقيقية. ومن ساعتها بقالي سنة وانا في شغل، خايف انزل اجازة، خايف اني اعدي من قدام العيادة الصحية. في حاجات العقل صعب يصدقها، حاجات لو حكيتها لحد يضحك ويقول لك خيال أو أوهام. بس الحقيقة إن مش كل حاجة بتحصل حوالينا ليها تفسير منطقي. في أماكن أو أحداث، حتى لحظات، المنطق بيعجز والعقل بيقف، وكل اللي بيفضل هو الإحساس المرعب اللي بيقول لك اللي انت شفته ده حقيقي، حتى لو محدش هيصدقك.